السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كيدليس. اقتراح ديال اليوم عبارة على البوراك التركي بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وفضلا وليس امرا على الاشتراك في قناه كيدليس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق جميل للاستمراريه وتشجيع القناه، وما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو 300 غرام ديال الفرص او الدقيق الابيض، 100 مليلتر ديال زيت الزيتون اي ما يعادل نص كاس ديال العنبه، معلقه صغيره ديال الملحه اللي كتبقى على حسب الاذواق، معلقه كبيره ديال السكر الخشن اولا سنيده، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ياغورت ناتور، والحليب. غادي ناخذ كاس صغير غادا ندير فيه الخميره الفوريه، وغادا نزيد عليه السكر الخشن، وغادا ندير عليه كميه من الحليب باش تفاعل ليا هاد الخميره مع السنيده. نحرك العناصر ونخليه على جنب، من الافضل الحليب يكون دافئ. غادي ناخذوا ان ريسيبيون وغادي نديروا فيه الكميه ديال الدقيق اللي عندنا، غادي نغربلوها، واخا راه مغربل نعاودوا نغربلوا الدقيق ديالنا ماشي مشكل. وغادي نزيدوا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، نزيدوا الملحه، نخلطوا النواشف، نزيدوا الياغورت الطبيعي، ونزيدوا كذلك نص كاس ديال الزيت النباتيه، ونخلطوا العناصر ديالنا كامله، ونحاولوا ندخلوا هاد الياغورت وهاد الزيت في هاد الدقيق على هاد الشكل. وغادا نزيد الحليب اللي خلطته مع الخميره الفوريه والسنيده، وغادا نجمع العجين ديالي. انا هنا ما زدتش الحليب، فقط الكميه اللي استعملت او اللي درت فيها الخميره الفوريه وسنيده هي اللي استعملت فقط، وانتم عينكم ميزانكم على حساب الدقيق والجوده ديالته. غادا نستمر بنفس العمليه حتى كنحصل على عجين متماسك وما كيلصقش في اليدين. كتكون على هذا الشكل. هذه هي العجينه المعتمده عندي، صدقوني كتجي رائعه في المملحات وما كتلصقش في اليدين كيف ما كتلاحظوا. غادا نديرها فوق لو بلون دو طرافاي وغادا نخدمها غير واحد شويه، وغادا نجمعها وغادا نردها للريسيبيون، وغادا نغطي عليها ونخليها ترتاح مده 15 دقيقه ونعاودو نتلاقاو. وبالنسبه للحشو اللي كيبقى اختياري، هنا استعملت 2 بطاطات كبارات اللي سلقتهم وطحنتهم، والمقادير كتبقى على حساب افراد العائله. عندي هنا قياس 200 غرام ديال الكفته، قليل من المعدنوس مقطع رقيق، بصله صغيره مقطع رقيق، وفي العطريه استعملت الملحه والبصار والكركم، بابريكا حاره البابريكا حلوه، وقليل من زيت الزيتون. غادي ناخذ المقله غادي نديروها فوق من البوطه سخن، نديرو فيها قياس 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادا نزيد البصله، غادا نحركها، وغادا نزيد الكفته اللي عندي وغادا نحرك. ومحدني كنحرك وانا كنفرتت في هذيك الكفته اللي عندي على هذا الشكل هذا. وغادا نزيد التوابل ولا العطريه ولا البهارات اللي عندي، وغادا نبقى نحرك حتى كينسجموا ليا العناصر
كاملين مع بعضياتهم وطيب عندي هذيك الكفته. وغادا نزيدها على هاد البطاطا اللي فيت لي سلقتها وطحنتها، ونخلط هاد العناصر. غادا نزيد القليل من المعدنوس مقطع واللي غادا نسم بيه، وممكن تنسموا باي اعشاب منسمه نتوما كتفضلوها واللي متوفره في البيت. وغادا نغطي عليه ونخليه حتى يبرد تماما عاد باش ندوزو للمرحله المواليه. العجينه ديالتنا هي ساخيه، هانتوما كما كتلاحظوا ما كتلصقش في اليدين. غادي نديرها على شكل بودان على هذا الشكل هذا. وغادي نقطعها، نحاول ندير كويرات متساويه. ونستمر بنفس العمليه حتى نكمل العجين اللي عندي. الكويرات ديالنا ها هما جاهزين، الحشو ديالنا حتى هو. وغادا نزيد كذلك فرماج مربع اللي غادا نستعملوه حتى هو في الحشو. غادا ناخذ كويره وغادا نسرحها مزيان فوق من البلون طرافاي، يعني نورقها تكون رقيقه. هاد لاباط تكون رقيقه على هاد الشكل. غادي ناخذ الجراره وغادي نبداو نديرو بها الشرائط على هاد الشكل. كنتمنى الصوره تكون واضحه، لانني ملي كنت كنصور ما رديتش البال بان الصوره ما كانتش واضحه حتى وصلت للكره الثالثه. فلهذا قاديت التليفون باش الصوره تكون يعني واضحه والفكره تكون واصله. غادا نزيد لافارس فوق من هاد لاباط في الجنب الاخر. على هاد الشكل. وغادا نزيد طريفات ديال الفرماج، قطعوا فرماجه على جوج. بهذا الشكل نضغطوا ونسحو يدينا باش ما تلصق ليناش لاباط مع هذا الفرماج هذا. وغادي نلويو على هذا الشكل. والشرائط كنحطوهم فوق من الشرائط اللي مقابله معها على هذا الشكل. ندوزو للطرف الثاني. حتى هو نفس الشيء. نقادو الشرائط ديالنا باش يجيونا متساويين. على هذا الشكل. انا هنا راني متقله شويه الفيديو باش الفكره تكون واصله. وغادي نديرو على شكل سيجار ونضغطو من الوسط ونقادو مزيان هاد البوراك. ونستمروا في التلويه حتى كنوصلوا للرؤوس ديال هاد الشرائط. بهذا الشكل هذا صافي. ونحطوه في طاوه اللي كتدخل للفران. غادا نعاود معكم وحده اخرى بالزربه.
صدقوني كيجي هائل وزوين وهماوي صراحه هاد البوراك. اما الحشو فهو كيبقى اختياري، ممكن تستعملوا اي فارس نتوما كتحبوا. قطع شرائط وغدا ندير لا فارس، وغدا نزيد الفرماج، وغدا نلوي على هذا الشكل ونقاد الشرائط ديالي ونبدا نلوي على شكل سيجار بهذا الشكل هذا. البوراك ديالنا ها هو واجد باش يدخل الفران، ولكن قبل ما ندخلو الفران غدا ناخذ اصفر بيضه، وغدا نزيد فيها معلقه صغيره ديال صوص الصوجا. ممكن تستعملوا الحليب او لا الخل في بلاصه هاد صوص الصوجا. غادي نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم وغادي ندهنوا بهم هاد البوراك. من بعد ما دهنا البوراك ديالنا بالبيض غدا ندير قليل من البوراك في الجناب. ممكن تعوضوه بالزنجلان الا بغيتو، ممكن تخليوه عادي نتوما والذوق ديالكم. وغادي ندخلو الفران درجه حراره 180 ثلث ساعه 20 مينوت ونعاودو نتلاقاو. البوراك ديالنا ها هو واجد، او عاد خرجته من الفران راه باقي سخون. غدا نقطعو ونشوفو كي جا من الداخل، كيجي على هذا الشكل هذا وكيجي رطب بزاف. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البوراك ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي ما فيديو مع العائله ومع الاصدقاء اللي تعم الفائده. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه ركيه ديليس عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء. ركيه ديليس.